بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر؟ اتمنى تكونوا بخير وبافضل حال يا رب. قبل ما نبدا الفيديو احب اذكركم واذكر نفسي بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. البطه بتاعتنا هي بتطلع من الصبح. ما شاء الله. قلت بقى ايه، هي كانت نقرة الصبح كده والبيض بيخرفش وبيصو ونقر القشرة من فوق. قلت بقى ما ابص على البطة هشوف ايه اللي طلع وايه اللي ما طلعش. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا هي متوحشة. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول اشيلها كده. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. مش قلت لكم متوحشين؟ هنشوف بقى ايه كمان هنا. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. دي لسه معرقش قوي، شايفين؟ والله هي اللي عضاني. يعني عاوزه بس ايه، كل ما حاجه تطلع. دي لسه ميه اهي، كل ما حاجه تطلع اخدها من تحتها علشان خاطر زي ما انتم شايفين هي متوحشه. متهيأ لها ان احنا هناخد ولادها منها او خايفه ان حد يلمسها. هنا ما شاء الله دي نقره اهو. دي لسه ما لا نقره اهي. فانا هاخد ولادها دول من وراها واسيب دول ايه تحتها شويه كده، ابقى ارجع تاني اشوف ايه اللي طلع وايه اللي ما طلعش، علشان انا ناويه اعمل فيها بقى حركه بنت لذينه. انا هخليها ترقد تاني، مش هخليها تقوم من على البيض. طالما هي متمسكه بالبيض قوي كده ومتمسكه بالرقد، انا هرقدها تاني ومش هزعلها. بس عاوزه بس البطه ده والبطين ده يطلعوا الاول. هاخد دول اوديهم في مكان تاني. هم طبعا دول يعني حبه كده وهيعرقوا، الدنيا حر يعني هينشفوا قصدي من العرق اهو. اوديهم بعيد عنها طبعا عشان ما تسمعش صوتهم. وهرجع بقى كمان شويه كده اشوف ايه اللي حصل هنا واقول لكم هعمل ايه فيه. انا رجعت لكم الوقت بعد ساعتين من ساعه ما كنت بشيل البط من تحته. كان في بيضه يعني طالعه ولسه ما نشفتش. وهشوف البطين النقرين او الثلاثه اللي كانوا نقرين لسه عملوا ايه. برضو خايفه والله اشيلها لا تعضني والله العظيم اهي. مش عارفه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. دي اللي كانت ميه. ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. وديت هم دول طلعوا لسه ما نشفوش اهم. ودي كمان طلعت بس مش عارفه مسخسخه ليه. دي التانية اللي كانت نشفت دي كانت زيها. الوقت ايه، انا عايزه اشيل كل حاجه من تحتها الوقت تنشف. دي كانت كده من قيمه ساعتين، بس هي طالعه كامله اهي. بس هي مجرد بس انها تنشف هتفوق وتبقى حلوه. هنا ما عادش ايه الا كام بيضه. اظن بقى ايه ما هماش نقرين او حاجه. دول عامه بتوع فراخ، الاتنين الكبار دول هنشيلهم. ودي برضو ما فيش بطه الا دي اللي هو البط شرمان وشكلها بتلقها هي تبقى ممششه. هنمسك بقى الحاجه ديت نوضبها والفرشه دي نوضبها. يلا شوفوا بطه ميته طلعت وماتت. يلا كتر الله ما شاء فعل. ندور كده حلو تاني لا يكون في حاجه تانية مستخبيه. دولت ايه هحطهم مع اخواتهم، ودولت اشوف بقى ممكن يطلعوا او ما يطلعوش الله اعلم. لكن ديت ممششه خلاص. تعالوا بقى انا اقول لكم هعمل ايه فيه علشان هي تعبت.
انا اتجمع عندي حبة بيض حلوين من البط الفرنساوي او البط البيور اللي هي مطلعة منه، اللي هو دي اللي هي لسه مطلعاه اهو. دي بط فرنساوي اهوت. البيض من عندي برضو، انا كنت عملت لكم فيديو قبل كده وانا حاطه لها بيض الفراخ وحاطه لها البيض الشهرم او البيض البط الفرنساوي. يعني كل حاجه كنت انا مصورها لكم قبل كده ومنزلاها على القناه. ده بيض اهوت. هبتدي بقى ارص لها شويه بيض حلوين من دول، هما بتنام عليهم 4 أسابيع فقط لا غير. البيضه ديت كبيره قوي، والبيضه لا دي صغيره، نميلها خالص. هبتدي ايه ارص لها كده رصه بيض حلوه. هي البطه ممكن تنام لغايه 21 بيضه. ما شاء الله. انا بقى اميل يعني دول طبعا مش هرقدها عليهم اهو. دول اكيد فيهم صفرين، يعني البيضه بصفرين، فما ينفعش ان هي ترقد عليهم اصلا، كده كده مش هيطلعوا. فالبيضه الكبيره قوي ديت مش هرقدها عليهم. ارسلها بقى بيض تاني اهوت. مش شرط كبيره او صغيره، اهم حاجه يكون فيها كسر ويكون فيها ولد طبعا. وانا عندي الذكر والباط والنتيان وانا مرقداه قبل كده ومتاكده منه. انا نسيت انا عديت كام بيضه. ادا 1 2 3 4 5 ادا 10 12 بيضه 14 14 16 16 18 بيضه. نحط كمان واحده، انا بحب الايه العدد الفردي. يا 19 يا 21، نقول كفايه 19. انا والله في بيضه هنا الكبيره اللي انا حطيتها في الاول اهي مش حابه ان انا احطها. نحط بيضتين بدلها. كام كده؟ ادي 3 3 6 9 12 15 كده 20 بيضه. لا نحط كمان بيضه عشان يبقى رقم فردي. انا بتفائل بالرقم الفردي. ما شاء الله اللهم بارك. كده 21 بيضه هم. طبعا اهو ارجعهم تاني في الصفيحه اللي هم ايه بصفرين، ودي رفيعه قوي فمش لازم ايه ان انا احطها. هنشوف بقى هتنام عليهم وتعمل ايه. انا طبعا هشيل ولادها من جنبها. انا وديت البط بعيد مع اخواته طبعا تحت لمبه حمراء يكملوا تدفيه، ما فيش مشكله خالص، احنا في الحار. ما شاء الله دي نامت على البيضه اهي ما شاء الله. اوريكم البيضه عشان تصدقوا، والله هتعضني تاني وهتبهدلني تاني. بيضه اهو اهو اللي انا رصيته تحتيه. ال21 بيضه بتوع البط الفرنساوي. انا معوداها على البيض الفرنساوي وبيض الفراخ. فانا لما لقيتها يعني ما شاء الله رقدها حلو ما شاء الله الله اكبر، فحبيت ان انا ايه اخليها ترقد تاني. فقاسي رباني من صنع الله. مش عايزه الا حبه غله هم وحبه ميه او حبه عيش، اي علف ناشف يتحط لها اهو. مش فقاسه ببلاش، صنع ربنا يعني، مفيش ارخص من كده. فطبعا ما تصدقيش اي حد يقولك فقاسه بكرتونه بلمبه بميه عشان الرطوبه بترمومتر بكلام من ده. قليل لو نفعت، قليل لو نفعت، صدقوني كل ده كذب وكل ده خداع. الوقت فقاسه هي رباني من صنع الله ببلاش، لا هتكلفك كهرباء ولا هتكلفك اي حاجه خالص، ولا ان انت تقعدي تراعيه. طب الفقاسه ام كرتونه ديت باللمبه دي، هي لو الكهرباء قطعت هيبقى ايه مصيرها؟ اكيد طبعا الجنين كله هيموت ومش هيطلع منها حاجه. لكن الفقاسه ربنا اهي. فانا انتهزت الفرصه وانا عندي بطتين 3، يعني بطه مطلعه قبل كده من 5 ايام او من اسبوع. فانا هاخد دول احطهم معاهم بالراحه كده، هيعلموهم الاكل واستغل البطه ديت. يعني بجد شايفين ما شاء الله. انا قاعده قدامها شويه علشان اوريكم
ان هي راقده ومستقره على البيض خالص اهيت، ولا اكني في حاجه خالص، ولا اكني شلت ولادها من تحته. مش نادر لما تلاقي بطه كده. فانا قلت بقى ايه، ما شاء الله طالما انت طلعت كده انيمك تاني. البيض يا جماعه ده بينام، اللي هو البط البيور ده 4 اسابيع بس، 28 يوم. فما شاء الله اللهم بارك. ما تسمعوش كلام حد يقول لك كرتونه ولمبه ولا اي حاجه خالص. فقاسه هي طبيعيه من صنع الله رباني، ما بتكلفش حاجه خالص. زي اللي جاب كيس وحطه في والله العظيم في ناس بتعمل حاجات في كيس وحط فيه تبن وشويه بيض وحطهم في الشمس. طب بالله عليكم يعقل ان في بيض محطوط في كيس اسود في الشمس على حبه تبن ان هو يطلع؟ بالله عليكم والله ما استحاله، استحاله استحاله. انا صحيح حصلت عندي، كانت بطه راقده زي دي كده وطلعت واتبقى تحتها بيضتين، والبيضتين كانوا بيخرفشوا في البيض، بيخرفشوا في البيضه. فانا خدتهم حطيتهم في شكاره التبن، فكان التبن من جوه لقيته سخن، فحطيتهم قعدوا يومين ولقيتهم بينقروا القشره الخارجيه اتنقرت وطلعوا ما شاء الله. والله طلعوا عندي دلوقتي وكبروا. وقلت لكم برضه كمان يعني دي اللي تحصل. لكن ان انت تحطي بط يقعد 35 يوم في كيس اسود في شويه تبن، والله العظيم دي ناس بتلعب بعقول الناس، دي ناس كدابه، في دي ناس محدش يصدقها. ولا كمان الفقاسه ام كرتونه ام لمبه ام مش عارفه ايه دي، والله كمان ما تنفع. انا كان نفسي اجيب فقاسه اوتوماتيك بس طبعا سعرها غالي. فانا ما شاء الله انا عندي بيض البط وبيض الفراخ الفرنساوي، بيض الفراخ البلدي والبط البيور او البط الفرنساوي. يعني ناس كتير خدته وترقد منه والله العظيم، بيجولي عليه من اخر الدنيا ياخدوه ويرقدوه، لان طبعا الذكر اللي معاهم كويس. وعندي برضو ما شاء الله كام نتايه كده معاهم الذكر هم البلدي دول. فانا حبيت استغل الموضوع بقى، وان انا عندي البيض متوفر بكثره، قلت رقدها تاني يعني انني اخد منها اكبر عدد من البط من غير اي تعب. مفيش اسهل من ان البطه اللي من صنع الله، اللي هي حاجه كده بالفطره، انها ترقد على البيض وتطلعه. لا تصدق حد يقول لك كرتونه، ولا تصدق حد يقول لك كيس اسود، ولا تصدقوا الكلام ده كله. بامانه الله انتوا زي ولادي وزي اخواتي، بامانه الله والله كل حاجه بصورها لكم بامانه الله زي ما بعمل بالظبط، او زي ما بعرف، او زي يعني خبره سنين طويله ان انا بربي البط. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هبعد بقى عشان اسيب البطه ايه دي تنام وتكن على مهلي.